السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل معاكم بقية دورة تعلم إجراء العمليات الحسابية المعقدة بسرعة بدون ما نستخدم الحاسبة، وهننتقل النهاردة لشرح الدرس الثالث من الدورة بتاعتنا، وهنتعرف فيها على حركة جميلة جدا هنقدر بيها نعمل ان احنا لو انا عندي اي رقمين وعايز اجمعهم في ثانية واحدة. هنتعلم من خلال الطريقة بتاع النهاردة ازاي نقدر نعمل كده. فدرس النهاردة عايزين نعرف ازاي تقدر تجمع اي رقمين بطريقة القفز اللي هنشرحها ان شاء الله في ثانية واحدة. وكمثال انا مثلا عايز اعرف ازاي اقدر اجمع 61 زائد 23 في ذهني في ثانية واحدة فقط. عشان نعرف كده هنيجي اول حاجة زي ما اتعودنا، عايزين نشوف الطريقة العادية اللي احنا بنجمع بيها. لو انا عندي اي رقم اي رقمين وعايز اجمعهم على بعض، الطريقة العادية اللي احنا اتعودنا فيها عليها في المدارس كالاتي: ان انا دلوقتي عندي رقم 61 عايز اجمع 21 معاه، هقول الأحاد مع الأحاد يبقى 1 زائد 1 2، أحطها في خانة الأحاد، و6 زائد 2 بتساوي 8، يبقى الناتج بتاعي 82. تمام؟ دي الطريقة العادية اللي احنا اتعودنا عليها في المدارس، وكلنا نعرف ان احنا بنجمع بالطريقة البسيطة دي. طيب الطريقة دي لو تخيلت كده ان انت لو حطيت في ذهنك ان انت تجمع بالطريقة دي، انت ممكن تتلخبط، خصوصا لو ارقام مثلا 85 زائد 93. الحاجات دي لما ممكن تلخبطك وانت بتحسب في ذهنك. لا، ده انا عايز اعلمك طريقة دلوقتي. الطريقة دي جميلة جدا وطريقة رهيبة، يعني انا نفسي لما اتعلمتها ما كنتش مصدق ان قد ايه مدى السهولة اللي انت ممكن تجمع اي رقمين في ثانية واحدة بالطريقة اللي انا هقولها دلوقتي. الطريقة بتاعتنا اللي هنشرحها تكمن في الآتي. ننتقل ليها كده. الطريقة بتاعتنا بقى بتكمن فهمها في الجملة اللي أنا كاتبها فوق كده. الجملة دي لازم تحطها في ذهنك عشان ما تنساش الطريقة اللي احنا هنحسب بيها في ثانية واحدة. الجملة دي اسمها ضيف واقفز. ضيف واقفز، ما تنساش الجملة دي. ايه معنى كلمة ضيف واقفز بقى؟ دلوقتي هناخد المثال اللي احنا كنا بنجمعه دلوقتي، اللي هو 61 زائد 21. عايز اتعلم الطريقة السريعة اللي في ذهني اللي احسب بيها بسرعة اي رقمين في ثانية واحدة. الطريقة تكمن كالآتي: اول حاجة اللي انت هتاخد اصغر رقم في عملية الجمع ده. يعني انا دلوقتي عندي 61 21، مين اللي الصغير فيهم؟ اللي هو 21. هاخده كده واضيف عليه جملة ضيف واقفز. هحط اهو هنا كلمة ضيف اللي هي اضف ايه على رقم 1 اد، وعلى رقم 2 اللي هو العشرات اقفز، يبقى ضيف واقفز. ايه معنى كلمة ضيف واقفز؟ ببساطة وبسهولة جدا ان انا ما علي اللي انا هعمله كالاتي: ان انا بالنسبة للاضافة في اللي هي خانة الاحاد، ده الرقم اللي انا هضيفه على الرقم الايه الكبير. يعني انا دلوقتي اهو انا عندي 21، عايز اللي هو واحد ده هضيفه على 61، يبقى ايه؟ هضيف واحد على 61 يبقى ايه؟ 62 اهو، ضيف واحد. تمام، اضف واحد. طيب الحتة التانية اللي هو اقفز. القفز عندنا هنا بقى بالنسبة للطريقة دي انا بقفز 10 كل 10 خطوات، يعني بقفز 10 ارقام على حسب الرقم اللي مكتوب في خانة العشرات. يعني انا دلوقتي مكتوب 2، يبقى انا المفروض هقفز مرتين، اللي انا هقفز 20. تمام، مثلا مكتوب هنا 3 يبقى هقفز 30، مكتوب 4 هقفز 40، وهكذا. تمام، يبقى انا هنا دلوقتي واقفز 20، يبقى ضيف واحد اهو، يبقى الرقم هيبقى هضيف واحد على 61 يبقى كام؟ 62. واقفز 20 من ال 62 ده يبقى 62، بعد هقفز 10 يبقى 72، هقفز 10 كمان يبقى 82، يبقى ناتج 61 زائد 21 بطريقة بسيطة 82. طيب ممكن يعني في ناس ما الفكرة ما وصلتش ليها، هناخد مثال
انا عامل لكم صوره اهو عشان اوريكم انا ازاي بفكر، هعود ذهني ان انا لما اجي احسب هعمل ايه. انا دلوقتي هناخد مثال مثلا ان انا عايز اجمع 45 زائد 23، هطبق عليه الطريقه السريعه واحفظ الجمله بتاعتي ضيف واقفز. ايه بقى؟ هاخد الرقم الصغير اللي هو 23 واحطه فوق التلاتة، ضيف 3 واقفز مرتين. تمام؟ يبقى انا هضيف التلاتة على 45 يبقى كام؟ 48. وهقفز اهو 20، هقفز مرتين اهو مكتوب 2 وهقفز مرتين يبقى 48 يبقى 58 يبقى 68، يبقى الناتج بتاعي 68. تمام؟ يبقى دي كده الطريقة السريعة بتاعتنا. احفظ الجملة دي ومش هتنساها ابدا، ضيف واقفز. ضيف الرقم اللي هو بتاع الاحاد على الرقم الكبير ده، وبعد كده اقفز من خلال الرقم اللي مكتوب في خانة العشرات. طيب ناخد امثلة عملية عشان نثبت الفكرة اللي انا بقولها لكم دلوقتي. انا مثلا عندي رقم عايز اجمع 63 زائد 32، هاخد الرقم الصغير واحطه، بقول ضيف واقفز، هضيف 2 يبقى كام؟ 63 و2 يبقى 65، وهقفز 3 مرات، 65 يبقى 75 يبقى 85 يبقى 95، يبقى ناتج 63 زائد 32 95. شفتوا قد ايه؟ في ثانية واحدة بحسب وانا في ذهني على طول. طيب 54 زائد 31 برضو هاخد الرقم الصغير، ضيف واقفز، هضيف 1 يبقى 55 واقفز 3 مرات يبقى 65 75 85. ناتج ال 54 زائد 31 85. طيب ناخد المثال الاخير ده 81 زائد 42، نفس القاعدة، هاخد الرقم الصغير فيهم اللي هو 42 واحطه فوق ضيف واقفز، هضيف 2 يبقى 83 واقفز 4 مرات. بالنسبة اللي انا مثلا اهو احنا قلنا هضيف يبقى انا 83 وعايز اقفز 4 مرات، خلي بالكم كده الرقم هيعدي ال100. تمام؟ فانا ممكن عشان ما اتلخبطش ان انا ممكن اجمع يعني لحد بس معود ذهني ان انا ايه، اجمع على صوابع على صوابع ايدي. تمام؟ انا دلوقتي اهو 83 المفروض هقفز 4 مرات، يبقى 93 ادي مرة، 103 مرتين، 113 3 مرات، 123 4 مرات. انا كده قفزت 4 مرات، وقلنا القفز بقفز 10. تمام؟ يبقى الناتج 81 و42 اللي هو ايه؟ 123. وممكن انت على طول 81 زائد 42 هضيف 2 يبقى 83 واقفز على طول 4 مرات في ذهني كده، 93 103 113 123، ضيف 10 ضيف 10 ضيف 10 4 مرات يبقى الناتج بتاعك 123. ده كده الطريقة السحرية بتاعتنا اللي هي طريقة الايه؟ اضف واقفز، اضف واقفز، ضيف واقفز، ضيف واقفز. اوعى تنسوا الجملة دي، هتجدوا ان الموضوع الجمع معاكم بسيط جدا وما فيهوش اي ايه مشكلة ان شاء الله. بكده يكون انتهى الدرس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.